أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأما الشرط الثالث فهو الإخلاص، يعني العمل بمعناها بأن يخلص عبادته لله ولا يجعل منها شيئا لغير الله، لا في النية ولا في العمل. وتعرفون الأدلة الكثيرة التي تدل على الأمر بالإخلاص، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وكقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. كرر الله تعالى الإخلاص في آيات كثيرة، وكذلك قول الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص معناه أن تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله، لا يصرف منها شيء لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة، مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والركوع والسجود والتوكل أو ما أشبهها من أنواع العبادات القولية والفعلية، فلا يصرف منها شيئا لغير الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.